بحلقتنا لليوم وعم نحكي عن مقولة لشاعر المرأة نزار قباني لما تحدث عن المرأة التي لا تنسى، والمرأة اللي إذا ضاعت منك رح تترك علامة فارقة بحياتك. الفكرة مش إن إحنا نقعد على الأطلال ونبكي، الفكرة إن نحاول نحافظ على هذه المرأة. مشكلة الرجال بإنهم بيكتشفوا بإنه هاي المرأة هي فعلا امرأة لن تعوض ولن تنسى بعد ما تغيب، بعد ما تروح، بعد ما يقدر قيمتها والإضافة النوعية اللي كانت بتقدمها لحياته. فالفكرة بإنه أنت كرجل الشطارة إنك تكتشف هذا الإشي والمرأة ما زالت موجودة، طبعا والمرأة ما قبل زالت فوات بتحبك الأوان. طبعا، لأنه إذا فات الأوان فات الأوان. ومشكلة كتير عم بسمع هذا الانتقاد من النساء تحديدا للرجال بأنه ثقافة التقدير مش موجودة عند الرجل، يمكن بنسبة قليلة جدا أو نسبة قليلة جدا من الرجال اللي بيقدروا الست شو بتعمل. بسمعها من الست البسيطة ومن الست المديرة التنفيذية، كلهم متفقين بأنه عطاء المرأة في معظم الأوقات لا يقدر. دايما الرجال لما يسألوا عن حب معين بتلاقيه بصفن وبسرح، خصوصا الرجل. في نساء بالفعل لا يستطيع الرجل أن يمحيهم من ذاكرته، حتى لو ألهى نفسه، حتى لو أشغل نفسه، وحتى وإن تزوج وأنجب، في امرأة بتضل لما ينحكى اسمها يبرق عيونه، وفي بعض الأوقات تدمع عيونهم يا عيني. والله. شغلة دايما النساء هاي بيتسألوها إنه اشمعنى فلانة هذا الرجل مش قادر ينساها، اشمعنى فلانة طبعت بذاكرة هذا الرجل. دائما كمان في ظروف، في قصص عاطفية مش بس مرتبطة بالمرأة والرجل، مرتبطة بالحالة، مرتبطة بالظرف، مرتبطة بالعمر. في عمر الواحد بيكون فيه مسؤولياته أقل، همومه أقل، فقلبه مفتوح. فالحب بهاي الفترة بيكون حب كتير حلو، بيكون حب مليء بالأحلام ومليء بالخيال ومش مرتبط بالواقع. فكمان الظرف بيساعد كتير. مين هي المرأة التي لا تنسى؟ المرأة التي لا تنسى كمان اللي بتعطيك حنان، وحنان فائض، وقبول غير مشروط. بلاش نسميه حب غير مشروط، لأنه زي ما دائما بنقول الحب الغير مشروط مرتبط بأهالينا وأمهاتنا وأبائنا، ولكن تعطيك قبول. هي قابلتك بعيوبك، قابلتك بلحظات ضعفك، تقدر على القليلة قدامها تظهر هذه العيوب. في بعض النساء بيعيشوا معهم رجال لايف تايم هو مش قادر يقولها عن ضعفه، مش قادر يقولها عن عجزه، مش قادر يقولها عن لحظات الحزن وانكساره. الست اللي بتقدر قدامها انك تتجرد من كبريائك وتعرف انها قابلتك ومحتويتك، هاي امرأة لن تنسى.